يلا خلوني أكمل. رجعت لكم. تدرون يا بنات، يعني أني أتفرج بالسوشيال ميديا كل يوم، أتصفح، أباوع هاي اللي نايمة بغرفة النوم وتطلع صدرها وهي نايمة وما أعرف فت حركات فت شغلات. يعني أني بس أسأل السؤال، أنت لما توقفين على المراية وتشوفين نفسك وانتي نايمة على شربايتك وبدون ملابس كذا، بس مجرد لابسة بلوز ومبين كل تضاريس جسمك، السؤال شو تقولين انتي؟ قولي أنا على وجه أشتغل بفلان مكان، لا تقولين أنا عراقية مسافرة مغتربة. أنا مسافرة على الأردن 30 سنة، عملي في مكتبي، أنا كنت فلان كذا قناة، خلصت القنوات، حاليا بمكتبي، وأني ما أريد أمدح لكم بنفسي، ولكن عملي الإنساني هو اللي قمت به خلال 19 سنة و20 سنة. دخلنا هسه 2024 تخلص 25 ندخل. هذا عمل أنا متواصل، وناس تعدت علينا وسبت علينا وغلطت علينا وما عندي دعم، ولكن قدرت من خلال علاقاتي أوفر لهواية ناس. يعني البارحة أنا بالسفارة ينط علي واحد يكذبني. زين أنت عزيزي لما تجي تكذب صباح الدليمي، هذا اني شنو؟ هذا عملي شنو؟ هذا هاي فايلات، هذا تعب عمر، كل هاي فايلات ناس سافرت مهاجرين راحوا. فأنتوا لما تجون أي امرأة لا تحكين باسم العراق إذا ما كان شيء مشرف. خزيتونا برا، خزيتونا. هذا السناب ما صدقتوا اكو شيء شاشة تطلعون عليها، صرنا مضحكة للناس. عمي شوية استحن يا عراقيات اللي برا، استحن حاملين اسم العراق.